قصة الرجل الغني والفلاح البسيط. كان هناك رجل غني جدا يعاني من مشاكل في الأمعاء، حيث أجرى العديد من العمليات الجراحية المعقدة التي لا يفهمها سوى أهل الطب. كان يقود سيارته وهو يشعر بالملل من الدنيا، تائها لا يعرف أين يذهب ولا من أين أتى. ركن سيارته بجانب فرع صغير من نهر النيل في قرية صغيرة، ورأى من بعيد رجلاً فلاحاً جالساً على مصطبة طينية ويأكل. نزل الغني من سيارته وظل واقفاً يتأمل الفلاح وهو يأكل. لاحظه الفلاح فهرع إليه ودعاه للإفطار معه وشرب الشاي. حاول الغني أن يشرح للفلاح أنه لا يستطيع الأكل، لكن الفلاح أصر على دعوته. جلس الغني على المصطبة أمام صينية طعام تحتوي على طماطم صحيحة وخيار وجرجير وخس وفول وطعمية وخبز فلاحي وإبريق شاي على الفحم. ومن أجل ألا يزعج الفلاح، مد الغني يده وأخذ طماطمة ورفعها إلى فمه، ثم أنزلها دون أن يأكلها. لاحظ الفلاح ذلك، لكنه اعتقد أن الغني يشعر بالقرف من الطعام، فقال له: سم الله وكل. سمى الغني الله وأكل الطماطم كلها في لحظة، ومنع نفسه بصعوبة عن الأكل المزيد. بعد دقائق صرخ الغني من شدة الألم وسقط على الأرض. ارتعب الفلاح ونادى أولاده فحملوا الغني وأدخلوه الدار. طلب الغني حقيبته الطبية من سيارته وأخذ المسكنات ونام. ظل الفلاح يصلي ويدعو الله أن يشفي الغني. استيقظ الغني على صوت دعاء الفلاح، وكان الفلاح رافعا يديه يقول: بحق المعزة. استغرب الغني وظل يستمع للدعاء حتى قبل أذان الفجر. سأل الغني الفلاح عن قصة المعزة، فأجابه الفلاح بأنها سر بيني وبين الله. أصر الغني على معرفة القصة. قال الفلاح: في شبابي كنت أعمل في الحقول بأجر وأدخر المال لأكمل زواجي. كنت قد ادخرت 35 جنيها، وكان علي أن أكملها إلى 100 جنيه. في يوم ماتت بنت جارنا وهي تلد وتركت توأما، وكان والدها يبحث عن مرضعة لهما، وكان رجلا عفيف النفس. في يوم سمعت بكاء التوأم طول الليل، وعندما طلع الصبح ذهبت لأرى ما يحدث. وجدت الدار فارغة تماما بلا فراش ولا طعام، وعرفت أن الجد ذهب إلى السوق ليبيع سريرا نحاسيا لدفع أجرة مرضعة، لأن كل أهل القرية فقراء. أخذت 35 جنيها وذهبت إلى السوق، اشتريت فراشا وملابس للتوأم وبطانية وأشياء للمنزل، لكن شعرت أن هناك شيئا ناقصا. ذهبت إلى بيت جاري ووضعت الأشياء على الباب دون أن يراني أحد، وصعدت إلى سطح الدار لأراقبه. خرج جاري وأخذ الأشياء، لكنه كان لا يزال بحاجة إلى شيء آخر. صليت ونمت وأنا مهموم بسبب الأطفال. رأيت في المنام شيخا يقول لي: أربط المعزة في دار فلان. استيقظت في الصباح وذهبت إلى المركز، اشتريت معزة بولادها. منذ ذلك الحين نام التوأم ووالدهم توقف عن البحث عن مرضعات. كل يوم أسمعه يدعو لصاحب المعزة، وصارت سرا بيني وبين الله. ما دعوته بها إلا واستجاب الله، وإن شاء الله سيشفيك الله. لم يقتنع الغني بالدعاء، وفي أولى زيارة لطبيبه قال الطبيب باستغراب: ماذا أخذت؟ كل الثقوب والتهابات في أمعائك اتأمت. ركض الغني إلى الفلاح وقبل يده وطلب منه أي شيء يفعله. أخذ الفلاح يد الغني ولف به القرية، وفي كل مكان يقف ويقول: تاجر مع الله، الصدقة، الصدق مع الله، اليقين بالله. إذا لم تملك المال فالدعاء لأخيك صدقة، والتبسم في وجه أخيك صدقة، وجبر الخواطر صدقة.